ماشي يا امك يا ابن المره يا معفس يا ابن المتنكه. تحدي الضحك بدأ. لو ضحكت تبقى خسر، ولو كملت الفيديو للآخر من غير ما تضحك يبقى حرفيا انت أسطورة. مع اني ما توقعش. في البداية ممكن تحس ان التحدي بسيط، بس في نهاية الفيديو حرفيا المقاطع بتموت من الضحك. اعملوا لايك واشتراك، وعلى فكرة الانستغرام تحت في الديسكريبشن، ابعتوا لي رسائل وهرد عليكم كله. خلونا نبدأ. الناس بتزعل وبتبكي لما تسيب بلدها. انا اول مركب الطيارة. يلا يا مايك يا ولاد يلا يا بلد نصكوا شراميط يا ولاد المتنكه. طب اعطيني فرصة اوطي الصوت. ساندي بتقول حكيت اكثر من هيك، ما فيش كلام يتحكى اكثر من هيك. الحاجة الوحيدة الاكثر من هيك انك تقلعي هدومك في الطيارة. بلد ايه الكلمة قلة الادب دي؟ في حد يقول كده برضو؟ رسول الله حي على الصلاة. لا لا لا، اكيد السماعات عندي فيها مشكلة. الاصوات دي طالعة منين؟ واحد كاتب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واحد دخل شتم، يلعن اصلك يا ولد الكلب، اهينك يا لوط تفو عليك. رد عليه واحد قال له هي هي وش ذا الكلام، عيب والله. طيب ليل اشم ريحة كفر. تايب بس باقي الاعراض موجودة. خلونا نقفل لان احس انه ما ينفعش نمزح في الموضوع ده، بس برضه ما ينفعش امام مسجد يعمل كده. يعني مثلا لو رايح اصلي وسمعت الاذان كده وضوئي هيتنقض في الطريق. قريبا في صلاة التراويح. قبل كده كنت بصلي واللي قدامي لابس جلابيه، وانا بقوم من السجود لقيت نفسي جوه. الحمد لله عدلت الامور. كان في واحد صاحبي بيتعمد بقى انه يعمل الحركه دي. كان بعد كل صلاه بيغير مكان ويفضل يعد الاخرام اللي موجوده في الملابس الداخليه، وبعد الصلاه يجمعنا ويقول لنا مين اكتر واحد كان عنده خرام. في اقاويل انتشرت كتير قوي في الحاره عندنا عن الواد ده. بيقولوا على الارجح انه قريب ابو لهب. اشوطه بالسيف تحط القمعه، احسب الفرق الناس متابعه ولا انت في العلم سقط جامعه. رسمي بالذمه رقص الجن، قطع اخصام وسيح الزبده، احطه في الطاسه شوح الكبده نرفع. المشكله ان النمر بيجري وراه خايف. واحد كاتب النمر وهو بيحكي لاصحابه انه شاف نمر بيمشي برجلين ويكذبوه. النمر ما هاجمه وضل يركز وضل يركز الناس شلون يمشي برجلين. اقسم بالله ده عنده حق. وش كان متوقع؟ يا يحسبه نمر ويضربه، يا يحسبه نمره ويني. يا قوة قلبهم كيف ما خافوا اللي مر من قدامهم. يا اسطى مين قال لك ان هم ما خافوش؟ انت تلاقي نصهم اتنقض وضوءهم. اللي ضحكني الشباب الصغير عمالين بيجروا بس من غير صوت، اللي هو احتراما للمسجد. يا عمري الاطفال خايفين على الصامت. اتخيلوا مثلا ان الكلب ده كان دخل وجرى ورا كل المصلين والناس كلهم هربوا من المسجد، الامام لما يخلص يبص وراه ما يلاقيش حد. وش تابي ذا هنا يا ولد؟ وش تابي هنا ذا؟ تعال يا اخوان تعال. عطاها واحدة جري نص الجدعان. انا والله حاسس باللي حجمه صغير وبيحاول يهرب، بس التاني سادد الباب فما لقاش حل غير انه يعدي ما بين رجليه. ايش عندك هنا؟ باي ها؟ ليش يجي هنا؟ ايش المشكلة هنا؟ تسوي خوف من حركاتك؟ ها؟ تسوي خوف من حركاتك؟ ليش اجي هنا؟ ايش مشكلة هنا؟ وحط رجل. من يوم قالوا وش جابك هنا يابا دريت ان النحشة بتجي بس اهنيه على الثبات بالبداية. ليش اجي هنا؟ يا اسطى يعني واحد لابس قناع وجاي بالليل والدنيا ضلمة، يعني جاي يعمل ايه؟ في رأيك انه جاي يعمل ايه؟ يا اخوان ابعد غاد يا زلمه، ابعد غاد. يعني حتى الواحد بالحمام ما بتهنى، ما بتطلع لي هالمقاطع الا بالليل، يبقى الكل نايم وانت عمال تضحك لحد ما يصحوا ويخلوك تبكي من الضرب. الحياة من تشوفك متونس. هذا اكيد وسطاني. دايما الاخ الوسطاني متمرمط في العيلة. ذهاب واياب. من امك ده في ظرف الحاجات دي عملتين شكلك يا اخي. شكله هو بيركع وبيقول سبحان ربي العظيم قتلني من الضحك. يعني اتوقع اصلا دي الحركة اللي ضحكته. يا صاحبي ما ينفعش، دي صلاة. صح يا اسطى. متأكد من الكلام ده فعلا. يا بنتي ابقى اوريكي، يعني انت تدخلي تاخدي بتاع فري
تروح دايس على كل ايه ده الكلاب دي كلها استغفر الله. بتدوس على كل الحاجات دي وتروحي بسم الله الرحمن بالله الحمد لله جريت وراهم ومشوا. اقرب مخرج ريكورد يتشاف مش يتسمع. الضحكه اللي بتجيك بعد ما تكون عملت حمام على نفسك. انا في اهم فويس ببعته في حياتي. القري نص الجدعان في الاوقات دي، اكيد نص الجدعان. السلام عليكم يا الاموات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقسم بالله انت تستاهل، لان مفيش حد بخش المقابر بالليل. بشر وصل البيت، اكيد وصل البيت من القري اللي قراه. ايش دخلك المقابر بنص الليل وفوقها تسلم؟ اقسم بالله صح. بعد ما يروح تلاقوا الحديد اللي خبط فيه ده معلم في وشه. يقولون الحين باقي يرقد. طلع حبة الحبار كيف بتغير لونها، سبحان الله. طلع ما شاء الله، هاي النوعية بتغير لونها اكثر من لونها. سبحان الله فعلا. هاي القطعة اللي فوتها بالحبار انت قتلتها، فتحتها فتح. لو مفوتها في طيزي كنت مو غيرت لوني، غيرت ديني كله. الحركة دي إذا عملتها في أي شيء كان تغير لونه. أخويا طبيعي يتغير لونها، أي أحد مكانها بيتغير لونه. ماشي يا امك يا ابن المرة المك يا يا ابن المتنك. يعني فوق إن الفيديو AI الدبلجة كمان مصري، ومش أي حد، لا ده بهجة صابر.